اول حاجه ازيكم عاملين ايه؟ تاني حاجه قبل ما ابدا اي كلام، انا مش طالعه اركب ترند. كل الحكايه ان في حد من المتابعين بعت لي رساله قال لي انت امتى ناويه تجربي لنا مطعم الشيف براك. قلت له بصراحه في الوقت الحالي صعب اني اجرب المطعم بالاسعار دي، لان في ناس كتير قوي مش في مقدرتها تاكل الاكل بالاسعار دي. انا واحده بتعمل ريفيوهات كتيره جدا، ولو حاجه سعرها عالي شويه بلاقي ناس كتير قوي هجمتني وزعلت وقالت ان السعر ده فوق الطبيعي. ما بالكم بقى لو صورت بالفاتوره دي؟ انا ما عنديش مشكله نهائي مع مطعم شيف براك، ربنا يوفقه ويكرمه، بس هو فعلا مش محتاج حد يعمل له ريفيو، هو ليه ناس معينه بتقدر تروح له وتقدر تدفع مبالغ دي. انا ريفيوهاتي لكل الطبقات، واولهم الناس اللي مش في مقدرتها تاكل اكل غالي بالسعر ده. الحاجات المستفزه بتطلع ترند وكمان بتحقق مبيعات، وده مش هجوم على مطعم بعينه لا خالص، يعني حضرتك مشكورا رحت اكلت واتبسطت، بس مش كل الناس هتقدر تعمل ده. انا كلامي عن الفئه اللي ما تقدرش تدفع المبلغ ده، وان المبلغ ده ممكن ياكلهم على الاقل 6 شهور، نفسهم يعملوا زيك بس ما يقدروش. يا ريت نكون رحيمين بالناس شويه. والله يا جماعه انا من اكتر الناس اللي بتحب شيف براك ومتابعاه من زمان جدا. كل الحكايه ان هو مطعم تركي واسعاره في مصر اوفر بادجت قوي. يعني انا عامله فيديو لقريه ما هينزل اليومين الجايين،